مرحبا بكم في مركب الرياضي حمادي جديدي بالحمامات، وعندنا ضيفنا اليوم في حلقة اليوم سي منصف بوسلامة. سي منصف مرحبا بك. وبيك يا عايشة. منصف بوسلامة شهيرة عليا. أستاذ تربية بدنية، اختصاص كرة اليد من بداية السبعينيات. معناتها في بداية الستينات فهمت نقل المركب الرياضي الكل، كرة السلة، كرة القدم وكرة اليد. ملعب كرة القدم، شنو التغييرات؟ انت شريت فيه تغييرات من عام من اواخر الستينات الى حد اليوم، شنو هما التغييرات اللي ريتهم فيه؟ الفيستيرات مثال كيفاش كانوا؟ نبدا لك بالتيران الفوتبول. فهمت، انا نقول اللي التيران ما تغير فيه حتى شيء ابار الترتون هالكاتريام جينيراسيون اللي عملوها بون عاونت شويه. فهمت، البيست معناتها تحط فيها شويه توف احمر. فهمت، حجرات الملابس هذوما. انا كلاعب من عام 62 63 نلعب في كرة اليد في حمامات حتى 78 هذوما انا لبست فيهم وتدربت فيهم. نفس السبالة ونفس الباب ونفس الحيط معناتها مام با 2 متر كاري. فهمت، في فستير معناتها حاجة بصراحة. معناتها من سنة 70 ما تبدل حتى شيء في ملعب كرة القدم حتى شيء. انا سي دوماج بالحق. دوماج معنا الفريق على الاقل فيه 14 لاعب، كيفاش فستير هذيك ما تهزش حتى 5 لاعبين. فهمت، لا صحيا للاعب ولا معناتها رياضيا. فهمت، مش معقول. سي المنصف، شنو تنصح الاجيال القادمه والمسؤولين اللي يخدموا تو في الرياضه، شنو تنصحهم؟ والله ننصحهم انه يقفوا. فهمت، واحد على الانحرافات اللي قاعدين نشوفوا فيها في المجتمع نتاعنا وخاصة في الفترات هذه الأخيرة. معناتها احنا دورنا كبير وكبير جدا. نعتقد انه التأطير الرياضي مدرسة كبيرة، وهي اللي تستقطب معناتها الشباب معناتها وتسقلوا مواهبه وتأطروا وتبعدوا على معناتها كل المشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها في الشوارع وكذا. فهمت، أنا الرأي دور المسؤولين هو هذا. فهمت، أساسا. فهمت، قبل ما نشوف الاختصاص وقبل ما نشوف كل شيء. اليوم احنا في ضيافة سي حميدة القنبري. كما تشوفوا رجالات كرة القدم بالحمامات. نحكيو على المنشآت الرياضية الموجودة في مدينة الحمامات. نعطيكم بركة شيفر يعرفوه المسؤولين ويتقلقوا منه الناس كل، هو أنه اليوم في حمامات على 120 و 130 ألف ساكن، عندنا تقريبا 2% برك يمارسوا في الرياضة. وإذا نفكروا ونقولوا أنه الرياضة يلزمها منشآت رياضية على الأقل على مستوى حدائق رياضية ولا منتزهات رياضية ولا غيرها. نشوف حمامات ما نلقاوش حتى فضاء رياضي مجهز حاضر باش يستقبل الناس باش تمارس الرياضة. ما نحكيوش حتى على مستوى الرياضة النظامية المنظمة اللي هي في مستوى جمعيات وغيرها. على هذاك اليوم باش نجموا نحققوا الأهداف متاعنا ونطلعوا في نسبة الممارسة الرياضة في البلاد هذه، لأنك يقول ممارسة الرياضة راهو صحة، راهو ترفيه، راهو ثقافة، راهو بيان سور أقل تكلفة ممكنة في الحياة. معنا كان حل وحيد أنه نراعيو صيانة المنشآت الرياضية الموجودة، ومالوريزمون ماهيش ياسر. هي منشأة برك في نظام حديقة رياضية. اليوم جات ليرجونس باش تتعاود الهيكلة متاعها الكل، تقع صيانتها، لكن إعادة الهيكلة متاعها الكل على مستوى الرياضات تقريبا الكل اللي تنجم تكون غادي موجودة، واللي بالطبع المنشأة هذه تكون مفتوحة للعموم. المهم السلطات المحلية يلزم تفكر أكثر في الموضوع هذا، تفكر أكثر كيفاش تمشي في الاختصاصات الرياضية وفي التخصيص خاصة الفضاءات الرياضية للجمعيات ولا غيرها باش تنجم تعمل لها الصيانة الصحيحة. لأنه يستحيل اليوم بالكاشف ظهر أنه السلطة المحلية اللي هي البلدية تنجم تقوم بالصيانة هذه. يلزم تصير طريقة عمل أخرى تفكير فيها، وعندنا الأمثلة كثيرة. وإحنا زادنا كأولاد بلاد وكحمامية عبرنا في عديد المناسبات على تطوعنا باش نعطيو حتى لمستوى الأفكار، باش ما نقولوش عندهم أفكار ما عطاوش ولا عندهم تجربة ما عطاوهاش. عبرنا باش نحبوا نعاونوا
البلاد هذه حتى على مستوى الافكار كيفاش تنجم تصين منشات رياضيه وكيفاش تنجم جمعيات رياضيه تقوم بدورها، وشنو معناها تمويل العمومي، وشنو معناها النشاط الرياضي، وشنو معناها رياضه وصحه وشغل انسي دو سويت. مالوريزمون الى حد هذا اليوم ما لقيناش اذان صاغيه، الناس الكل تحب تخدم بالطريقه القديمه، على ذاك ما ثماش نظره جديده اللي تخلق نوعيه نتاع عمل جديده كسوا لا في الاستغلال ولا في الصيانه. على ذاك نقول انا المركب هذايا مستقبله غير مضمون نظرا للوضعيه اللي هو عليه، وحتى الموجود ماهوش مصان، حتى الموجود المستغل ماهوش مصان. اذا ان شاء الله فربي قدر خير، احنا موجودين باش نجموا نعاونوا ان شاء الله اللي نجموا نقدموه يكون بالفائده للبلاد وشباب البلاد خاصه. والله شوف، موضوع المنشآت الرياضية في الحمامات موضوع كبير، يظهر لي مش باش نحكيو عليه في ربع ساعة ولا في 10 دقائق. الموضوع علاش كبير؟ لأنه منشأة كما المركب الرياضي اللي توا والله أنه حتى تسميته مركب رياضي معناها يظهر لي ماهوش ما يصحش. علاش ما يصحش؟ خاطر ما فيش مكونات المركب الرياضي. المركب الرياضي يلزموا يتواجدوا فيه جميع الاختصاصات وجميع معناها الضروريات. يعني نقولوا ضروريات، يعني في ملعب كرة قدم مثال معناها فيه تقريبا حاجتين، فيه العشب الاصطناعي وفيه الإنارة، يفتقد إلى حجرات ملابس، يفتقد إلى مدارج. أنا نتصور أنه الملعب هذايا هي طرفة من قبيل الطرفة. أنه أنا دخلت نلعب الكرة تقريبا مع الأخيان بوبكر عطية وبحذانا وسي فريد عنتر كذلك، هما وقتها كنت نتفرج عليهم أنا، هما يلعبوا الأكابر، أنا نلعب وقتها في صنف الأداني. دخلت الجمعية عام 78-79. نتذكر روحي أول مرة دخلت الجمعية بدلت دبشي في حجرات الملابس اللي موجودين تو، يعني 78 حتى 2020 42 سنة في نفس الحجرات الملابس. أنا نتصور هذه معناها طرفة واحد وكان يحكيها لولده معناها يقعد يضحك عليه. الأكيد أنه ما فماش في الحمامات، ربما يتقلقوا منها المسؤولين، هو أنه ما فماش إرادة ورغبة في تحسين وضع المركب الرياضي بالحمامات، والدليل على ذلك الوضعية الرثة اللي موجود عليها. وهذا ما يخلي العديد من التساؤلات اللي تنجم. أنا في وقت ما نتساءل قلت بالكش فما مسير الملعب هذاك، أنه فما شكون قاعد يفكر أنه الملعب هذاك باش يحولوا له الوجهة متاعه ويولي مشروع سياحي ولا مشروع اقتصادي. علاش؟ خاطر آخر اهتمامات المسؤولين في الحمامات أنهم يعتنيوا بالرياضة، وقت نحكيوا على اعتناء بالرياضة اعتناء بشباب المنطقة وبأطفال المنطقة، فما نوعا ما من التهميش اللي نعانيوا فيه ونشوفوا فيه، حتى معناها على مستوى الأصناف أو على مستوى الاختصاصات اللي موجودة في الحمامات. يعني تشوف ما فماش حتى عدالة على مستوى التوزيع. فما اختصاصات ناس كل نعرفوها، أنا واحد من الناس اختصاصي كرة قدم، لكن أكن احترام كبير لكرة اليد اللي هي أول اختصاص في الحمامات وما يشك فيه حتى حد. كرة القدم ديما كل الولد الصغير اللي ما ينظروا له ديما بعين معناتها من اللي كنا نلعبوا. أنا نذكر روحي كنا نلعب ونبقى نتفرج ونشوفوا في الناس تاخذ لي توني من أحسن ما فما سينيه، وإحنا ديما الكاليتي ضعيفة ديما لكرة القدم. هذايا يلزمو يتغير. احنا اليوم في سنة 2020 ما يلزمش المسؤولين يواصلوا في كل الفكرة هذيك، على خاطر تو الرياضة بقطع النظر عن النتائج عندها أهداف سامية أخرى، أهداف اجتماعية، أهداف تربوية، أهداف معناها تأطيرية. شباب اليوم الحمامات تعد أكثر من 100,000 ساكن، مش معقول باش اختصاص وحيد ولا زوز باش يلبيوا رغبات 100,000 ساكن. نحكيو على حمامات، ما نحكيوش على حمامات المدينة فقط، نحكيو على حمامات الكبرى. اليوم مدينة الحمامات مدينة ذات الصيت العالمي اللي يلقبونها بدرة المتوسط. مالوريزمون درة المتوسط كانش لشيء بسيط، درة المتوسط لأنها عندها بحر، ربي يعطيها بحر وربي يعطيها الشمس. لكن مدى تدخل
المسؤولين على أساس تقعد المدينة هذه شامخة وصيتها معناتها كبير. دونك أنا نتصور أنه آن الوقت وقبل معناها كل وقت أنه الميدان هذاك المركب الرياضي هذاك تقع إعادة هيكلته من جديد، يعني تهيئته من جديد، دراسة جديدة على أساس يكون مركب متكامل يلبي رغبة شباب الحمامات بكل أطيافها. لأنه مش شباب الحمامات يلعب كرة يد فقط، مش يلعب كرة سلة فقط، ما يلعبش كرة قدم زاد فقط، يلزم جميع الاختصاصات تتواجد في الملعب هذاك. وهذايا حق كل مواطن في مدينة الحمامات ومش معناها بمزية. دونك هنا الدعوة ملحة إلى إعادة النظر وإعداد دراسات جديدة فيما يخص المركب الرياضي بالحمامات، والأرض موجودة والمساحة تسمح بذلك. علاش هذا نأكد عليه؟ مخافة التفريط في هاك الميدان هذاك لفائدة مشاريع اقتصادية واجتماعية. حبيت نتدخل مع من الأخيان اللي الحمامات ناخذ الجانب التاريخي اللي كرة القدم بدأت في حوالي أوائل الأربعينات، وما ننساوش اللي كرة السلة بدأت قبلها. كي نجيو نشوفوا احنا من 45 لل 77 بداية إنجاز المشروع أو المركب الرياضي لكرة القدم بالحمامات، نشوفوا اللي ما وقعتش إضافة حول التحسين أو غيره. ما نحبش نزيد على المداخلات اللي قاموا بها أخواتي أبو بكر وحميدة. اللي حبيت نقوله الشيء اللي قاعد يقع هو جريمة في حق الحمامات بجميع أطيافها، يعني الحمامات الكبرى اللي قاعدين نشوفوا 150 اوتيل تقريب نزل في حمامات. معناها ما نجموش حتى يسعوا لإحداث ملعب مش خاص بالأهالي فقط، حتى نقولوا احنا الاستاجات اللي يجيوا فما في رق معناها يعيشوا في حمامات وما يعني ما يقدروش باش يتدربوا في المكان. ولذا ما نحبش نطول خاطر أغلب الموضوع ذكروه الأخيان اللي هي حقيقة، ونعاود نقولها مرة أخرى، اللي جريمة في حق حمامات اللي التو حمامات ما عندهاش ملعب معناها كيف ما البلدان الأخرى الموجودة في سوسة في مستير في عديد المناطق الأخرى اللي هي ما هي السياحية ورغم ذلك يعني تتمتع بالملاعب اللي معناها تمتاز على الملاعب متاعنا. دونك حاجة بركة أنا باش نجبد عليها في الموضوع هذايا هو خلي الشباب يخدم. بالنسبه لي انا التغيير ما نجم يكون كان بالشباب، ما نجم يكون كان بالناس اللي غايرين على الكره على السبور بصفه عامه. راهو مش معقول كي تشوف انت السلطات الجهويه تحث على الناس باش تنشط الرياضه، معناها تشجع على الرياضه وتشجع على استقطاب المواهب واستقطاب الشباب واستقطاب معناها الفئات العمريه الكل، وما عندكش انت مكونات باش نجم تنجح. ما تنجمش، ما عندكش حتى مرافق اللي كونه باش نجم كما نقولوا احنا تستثمر المواهب هذيك وتستثمر المكاسب هذيك. واللي تو تشوف في العالم كل الناس الكل تو اكثر استثمار ناجح رياضيا واقتصاديا وكما نقولوا احنا من النواحي الكل هو الرياضه. دونك بالنسبه لي انا يا بلديه الحمامات يا المشرفين يا الناس اللي غايرين على الكره كما نقولوا يد واحده الناس الكل، خلينا تتحسن المنشآت الرياضيه، خلينا تتحسن البنيه التحتيه باش الناس تلقى كما الصغيرات هذوما تو اللي معايا كما الصغار هذوما راهو باش ينجموا يلقاو متنفس للرياضه وما يلقاوش القهاوي والشوارع والارهاب وما تابع ذلك. في اول المداخله قلت انشيفر 2% تاع ممارسين الرياضه. انا من هنا نحط عندي فيه قدام السلطه المحليه يعطيونا طريقه كيفاش نجموا نطلعوا في البورسنتاج هذيا.
وإذا لقاوها طريقة باش نجم نطلعوا بورسنتاج هذه، لأن فيها مش رياضة برك، فيها رياضة وشغل رياضة وطفولة رياضة وشباب رياضة وصحة رياضة ومحيط رياضة، كله موجود فيها. هذه الطريقة الوحيدة كان يلوجوها تو يلقاو المركب الرياضي بحمامات الحل متاعه هو قلب الإشكال. إذا نفكروا بالطريقة هذه ونعرفوا كما ذكر قبل السي حميدة قبل قال اللي هذا يلزم عادة هيكلته ودر شنو نقولوا وي عادة هيكلته وحسن استغلاله وصيانته، لكن في الإطار اللي نحكيو عليه بونسيزي راهو الحل موجود، مش موجود بقى. يلزمك تكون بالحق سبورتيف وتعرف معناها سبور، وتعرف اللي تؤمن اللي سبور سي ان موين دو ديفلوبمون في لي سوسيتي، تو تولي تفهم اللي بالسبور نجم تقدم. واحنا مغيبين ورغم اللي حطينا يدينا ورغم اللي مشينا وقلنا راهو يجيو نخدموا بعضنا، يجيو نوريكم كيفاش تعملوا البروجي، والله ماذا بيك كيفاش تعملوا البروجي كومون، كيفاش تعملوا برنامج. ماذا بكم تستشيروا أهل الاختصاص، أو أهل الاختصاص استشيروهم كل لطف واضح. ماناش اش قال الراس البراني. لا والله في خدمتهم، والله في كل وقت بيني ما يطلعش. وعند الناس عندها تجربه، عندها علاقات، عندها تجربه تعرف. ما عندي ما نضيف اكثر من اللي قالوه الاساتذه نتاع الرياضه بالحمامات، كبار الرياضه بالحمامات. نشكرهم ويعطيهم صحه، سي بوبكر، سي فريد، سي حميده، سي وسام. فقط نداء المسؤولين وبلديه الحمامات، هما قدامكم وعبروا على الرغبه نتاعهم، فلذا ما بقى الكره في يد المسؤولين باش يستدعوا اهل الاختصاص ويتشاوروا معهم ويعطيهم النصائح، وإن شاء الله نشوفوا الحمامات بخير والرياضة في الحمامات بخير.